تعجبني الأشياء اللي تختصر لي وقت الوصفة. 5 دقايق تفرق معي بالمطبخ، خصوصا برمضان. شفت هذا المنتج من زمان وعجبني وظل ببالي. دورت على الإكسبريس بس التوصيل مدة شهر تقريبا، ودورت في جوجل وأغلى المتاجر نفذت الكمية. لقيته عن طريق الصدفة في محل مو معروف، وأخدته قلت بروح بجربه. أخدته على طول جربته، وقلت بنقل تجربتي لكم. أهم شيء في هذا السيليكون أنكم تحطون السوائل أول، وحركوا الخميرة في السائل أفضل، ثم المكونات الجافة. ودائما حطوا المقادير أفضل من البداية، صح تزبط على طول. خذوا المقادير مثل ما تأخذونها من الوصفة أو الفيديو، وعلى طول حطوها بهالطريقة. عجبني مرة بصراحة، من غير مبالغة، ما يوسخ ولا فوضى فوق الطاولة كثير، يوفر مواعين، وأسهل من أطلع العجانة، وطريقة ووقت العجن مرة قليل. هذه مو أول مرة أنا أجربها، عشان أتأكد إنها كويسة سويت فيها 3 طبخات. سويت فيها سينابون، إن شاء الله ننزله قريب، وسويت مطازيز، وسويت هذه الكرواسان. فهذه أفضل طريقة إنك تستخدمها، تحط المكونات من البداية، توزنها السوائل الأول بعدين المكونات الجافة وتعجنها كذا. أنا أشوفها أسهل من العجن التقليدي، بالنسبة لي يختصر المدة. تعرفون إنها بدأت تجهز، شوفوا كيف بسرعة تفك العجينة على طول من جوانب الكيس، من جوانب السيليكون. خلاص تجمعت. عجينيها شوية زيادة على الطاولة. ترى الوقت مرة ما يتقارن بالوقت التقليدي للعجينة. بعد ما تعجنونها تربطونها وعادي خلوها تخمر المدة المطلوبة. بعد ما تخمر بكل سهولة تطلع معكم. دهنوا يدكم زيت وعلى طول طلعوها تطلع، وسووا فيها اللي تبون. بصراحة أنا بالنسبة لي منتج عملي وراح أخليه في المطبخ. هنا العجينة جاهزة، تنزل بسرعة. في بعض المعجنات ما تطلع مضبوطة إلا إذا صارت تلزق، فهذه حلوة تفك من السيليكون بسرعة. دهنت يدي زيت وطلعتها. راح أفردها. ما راح أستخدم العجينة كلها، راح أرجع الباقي في الكيس وراح أحطه في الثلاجة أو الفريزر. زي ما قلت لكم إن الحلو فيها لو حطيتيها في كيس عادي بعدين لما تطلعينها تذوب وتطلع موية، ولما تطلع موية راح تلزق. هذه ما تلزق ولا شيء لأنها سيليكون. طلعيها تذوب على طول استخدميها. بعد كذا راح أعجن باقي العجينة وأسوي فيها كرواسان. لما أسوي كرواسان أعطيها طبقة واحدة أفردها، وأعطيها طبقة واحدة. طبعا حق المحلات يفردونها 6 مرات 7 مرات، لا نختصر المدة على نفسي وتعطيني نتيجة مقبولة وحلوة. أفردها وأعبي أمها زبدة. أعطيها فردة واحدة على طول، ما أخليها ترتاح شوية بس، يعني ترتاح بالحق 5 دقايق، أكثر من كذا لا، عشان الطبقات ما تروح معي.
إذا تبون المكونات حق العجينة قولوا لي بكتب لكم إياها في الوصف. أفردها. دايما لما تفردون استخدموا اليد في البداية عشان تساعدكم الموازنة. بعدين بالفرادة نحط دقيق عشان ما تلزق. بعد ما أفردها أقسمها. أنا أخذت هذه تقسم لي الكرواسان بنفس الشكل كلهم. هذه حلوة مرة، أخذتها من زمان وللحين استخدمها عشان ما تصير لي واحدة صغيرة وواحدة كبيرة، أفضل لي هذه. أنا أي شيء يختصر لي وقت مدة الوصفة أو يساعدني في الطبخ أخذ. إن شاء الله راح تشوفون أشياء ثانية في الفيديوهات الثانية. في عندي أشياء من زمان أخذتها من قبل حتى ما أفتح القناة. تعجبني هذه الحركة لما أطلع الكرواسان من الفرن أدهنها بالزبدة على طول، هي حارة ترطب الكرواسان والنكهة توضح حق الزبدة وتصير مرة لذيذة وتعطيها لمعة. اعتمدوها على طول في الكرواسان. ويا سلام علي. يا ريت تقدرون التعب وما تنسون اللايك والمتابعة.